مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ وحشني، يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل طريقه مسقعه، طريقه جميله جدا. هنشوي البتنجان وهنشوي الفلفل بطريقه كويسه وهتوفر معانا في الزيت. بس لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. معانا بطاطس ومعانا بتنجان رومي وفلفل رومي اخضر وفلفل حراق ومعانا طماطم. وبعد كده بقى هنبتدي بداية يومنا. هنبتدي بقى طبعا نقشر البطاطس والبتنجان. بس قبل اي حاجة هغدي بقى الولاد، كان عندي كشري قبلها بيوم. وبعد كده بقى ايه، هفضي بقى اللانش بوكس وهبتدي بقى اغسل مواعيني. بعد ما اغسل المواعين بتاعتي هبتدي بقى ايه احضر الغدا بتاعي. اخلص بقى مواعيني طبعا علشان احضر الغدا كده على نظافة، ما يبقاش عندي الحوض طبعا مكركب. انا ما ببقاش بصراحه مكركبه يعني الحوض مواعين، يعني ايه بحب اعمل اول باول. وبعد كده بقى هبتدي بقى كده قشرت خلاص كده البتنجان. انا خليت البتنجانيه ديت على جنب، هعملها بابا غنوج بعدين. وبعد كده بقى هعمل بصلايه كده هوت للمسقعه. مش هكتر في البصل عشان البصل اليومين دول غالي، فخلينا نوفر شويه. هعمل بصلايه واحده كده. وبعد كده محمره هنا البطاطس. وبصوا بقى البتنجان، البتنجان معايا. بصوا الاول البصل اول ما اصفرت معايا ابتدي احط الطماطم بتاعتي. نيجي بقى هنا على البتنجان بتاعنا. بصوا مفهوش زيت خالص، يا دوبك بالفرشه وبنشوي البتنجان بتاعنا على الجنبين وخلاص على كده. التسبيكه هنا كانت خلاص بقت في نص تسبيكه كده. هحط بقى معلقه الثوم عباره عن بهارات، فلفل اسود، ملح، كمون، اللي هي ال7 بهارات. هنا الولاد كانوا بيذاكروا، مديهم شويه كلمات يعني ينزلوا بيها. وبعد كده الاكل بتاعي كان يعني انا كنت ببتدي فيه في المطبخ. وبعد كده قلت لهم يلا انتوا بقى كملوا بقيه المذاكره. وهنا الريسبشن بتاعي ما كانش متبهدل قوي. وهخش بقى اكمل بقيه الغدا بتاعي. واحنا يعني حاطين الاكل كده على البوتاجاز. نخرج مثلا نروق الصالة، نخش نصلي فرض ربنا، يعني كده ما نبقاش حابسين نفسنا كده في المطبخ ونبص نلاقي الدنيا ايه وقفت على حيلها في اليوم كله. هنا انا كنت بشوي الفلفل زي ما انت شايفة، ما فيهوش زيت خالص اهوت. بيبقى بصراحة طريقة كويسة. اعمليها كده بس في طاسة تيفال او مثلا الصينية اللي هي بتاعة الميكروويف. ادهني كده الصينية كده بالفرشة كده زيت. وبعد كده اشوي البتنجان بتاعك والفلفل هيبقى تحفة. هنا خلاص انا ابتديت ان انا برضو بكمل بقية المواعين بتاعتي علشان على ما اخلص الغدا بتاعي ما يبقاش في اي مواعين في الحوض خالص. نخرج كده المطبخ نلاقي كده الدنيا رايقة كده. بعد كده بقى خلاص انا خلصت البتنجان بتاعي المشوي. بجد بيبقى طعمه بجد رهيب، غير البتنجان اللي احنا بنقعد نقليه في الزيت. ده بيبقى ليه طعم وده بيبقى ليه طعم تاني خالص. انا بصراحة ده بيعجبني عشان في نفس الوقت بيوفر معايا زيت، لان يوم المسقعة دوت الواحد بيخلص يجي ازازة زيت طبعا اليوم ده كله. على يعني قصدي على الطريقة يعني كلها. بنقلي طبعا بطاطس، بنقلي فلفل، بنقلي كذا مرة بتنجان، والبتنجان طبعا بيشرب زيت كتير. فاليوم ده بصراحة بخلص يجي ازازة زيت بحالها. حطيت طبعا صفي بطاطس وصفي بتنجان وصفي فلفل. وبعد كده اخر حاجة بطاطس، وهنزل بالتسبيكة بتاعتي اللي اتسبكت كويس. خلاص بقى كده كل حاجة متنشفة معايا، يا دوبك تاخد غلوتين على النار من فوق وبعد كده احطها في الشواية. خلصت بقى اوضه النوم بتاعتي، وطبعا الريسبشن بره كانت الدنيا رايقة شوية. وبعد كده هبتدي بقى ايه مطبخه هو رايق الحمد لله. خليكي دايما ايدك اول باول كده في المواعين، وايدك اول باول كده في المطبخ عشان الدنيا ما تقفش على حيلها، لان لما الدنيا بتقف على حيلها انت اللي بتتعبي. وبعد كده طبعا دايما بذكر ربنا على طول، تذكري ربنا على طول تلاقي طبعا يومك عدى الحمد لله. ولازم طبعا نكون مصلين فرض ربنا، دي اول حاجة. وبعد كده خلاص خلصنا طبعا المسقعة بتاعتنا. طريقة جميلة جدا بجد، جربيها ويا رب يكون الفيديو البسيط دوت عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتعملوا لي لايك عشان قناتي تكبر بيكم، وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يظهر لكم كل جديد. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.